نحن هنا في ملتقى شباب الثورة في البيضاء ويافع ندشن المرحلة الأولى من حملة نظافة مدينتي، وذلك يأتي حرصا منا وإيمانا منا بخدمة الناس وتلمس معاناتهم، بعد أن أصرت الجهات المعنية في الدولة أن تكدس القمامة في الشوارع وأن تقطع الكهرباء وأن تعاقب الناس عقابا جماعيا عبر قطع المشتقات النفطية. ولذلك نحن ندعو الثوار في محافظة البيضاء ومديريات رداعة ومديريات الحد ويافع إلى المشاركة الفاعلة في خدمة الناس. يلا دوس دوس. 1 2 3. واحد يتكلم يا شباب. بقاء هذا الصورة على مستوى صورة بقاءها تعتبر خيانة للبلد، ناهيك عن وجوده الآن على المنصب سواء كان مفقود الصلاحيات أو غير مفقود الصلاحيات. نحن كشعب من ما عانينا من هذا الشخص أصبحنا حتى لا نرغب صورته هذا الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لتكدس القذورات والأوساخ في مدينة البيضاء، أقدم ملتقى شباب البيضاء ملتقى شباب الثورة في البيضاء ويافع بهذا العمل التنظيمي الثوري، والذي يعود له مردود إيجابي على الساحة. وقد أفتى الإمام العلامة الشيخ الجليل الحبر بأنه لا يجوز الخروج على ولي الخمر، وإن أخرجك من دارك بطر، وإن أكل مالك والتمر، وإن رماك بالحديد والجمر، لأنه لا يجوز تخرج على علي النذر. علي النذر لا يجوز تخرج على ولي، وهذا كل ما في الأمر ارجع من أول السطر. ملتقى الشباب الثورة بالبيضاء ويافع بتدشين المرحلة الأولى من النظافة لمدينة البيضاء، وهذه النظافة هي تهم الجميع، والجميع عليهم بالمشاركة في هذه المرحلة. كون المدينة يعني يصعب المنظر الغير لائق الذي تظهر فيه، وهذا المنظر هو يهم الجميع، على الجميع أن يكونوا في مستوى المسؤولية في تنظيف مدينتهم، لأنهم هم المسؤولين عن نظافتهم، لعدم وجود من يقوم بالنظافة سواء في صندوق النظافة أو في المحافظة.